خليفة صلاح وصل بالفعل حتى وإن لم يتعاقد معه ليفربول الآن، ولكنه في الطريق إلى أنفيلد بعدما توقفت الأنفاس هناك فور توقيع محمد صلاح على عقد جديد يربطه بالريدز. ولكن خلف الكواليس كانت خطط المستقبل ترسم بالفعل، حيث بدأ المدرب آرني سلوت رفقة إدارة النادي في التفكير. والسؤال: من سيعوض النجم المصري عندما يحين وقت رحيله؟ وبينما كانت العيون تركز على صلاح، كانت أعين أخرى تراقب لاعبا آخر بعيدا، وتحديدا في ألمانيا. هذا اللاعب هو مايكل أوليسي، الجناح الفرنسي الشاب الذي يلعب لبايرن ميونخ، والذي سيكون بديل صلاح المنتظر وفقا لصحيفة سبورت بيلد. كان أوليسي يمتلك كل المواصفات المطلوبة: سرعة ومهارة وقدرة على التسجيل وصناعة الأهداف. كان ليفربول مقتنعا بأنه البديل المثالي لصلاح، لكنهم لم يكونوا وحدهم في هذه القناعة. مانشستر سيتي وتشيلسي كانا يراقبان الوضع عن كثب أيضا، وكلهم يعرفون أن هناك شرطا جزائيا في عقده يسهل مهمة التعاقد معه. في ميونخ كانت الإدارة الألمانية تفكر بمنطق مختلف، لم تكن قلقة من رحيل أوليسي، بل على العكس كانت ترى فيه فرصة مالية. كان المدير ماكس إبريل قد حاول إلغاء الشرط الجزائي، لكن محاولته قوبلت بالرفض، لأن النادي لا يريد تمديد عقد لاعب بعد موسم واحد فقط. فهل ترى أنه البديل الأمثل لصلاح؟